السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 جدا. انا عارفة ان انا اخرت في ان انا انزل الفيديو ده، اديلي كتير قوي، يعني اديلي كام يوم كده ما نزلتش الفيديو بتاعي. النهارده ديجا هتشاركنا الفيديو عشان هي ليها رأي يعني. قبل اي حاجة ما تنسوش اللايك الحلو بتاعكم والكومنت القمر وبس كده، ويلا بينا نبدأ الفيديو. زي ما انتم شايفين الفيديو ده عبارة عن ترويق كده بسيط. الواحد كان نفسيته مش قد كده، يعني مش احسن حاجة ومش احسن حالاتنا وكده. وشفته في اول الفيديو ان كان في بوتي في الصالة. عندي طبعا 2 بوتي عشان ربنا يخلي يا رب ويدي كل مشتاق وكل حد نفسه في الذرية الصالحة، يا رب يا رب يعطي كل مشتاق يا رب، ويخلي كل أولادنا جميعا ويحميهم من كل شر ومن كل سوء ومن شياطين الإنس والجن، اللهم آمين يا رب، ويحميهم من الأمراض كلها يا رب. ولادي في فترة تمرين البوتي طبعا، بس موضوع مطول قوي معايا لأنهم توأم. الموضوع بدأته متأخر شوية، فطبعا لسه متعودين على البامبرز وكده، فادعولي كده دعوة حلوة ربنا يقويني ويقويكم جميعا ويصبرنا يعني، وأقدر أعدي المرحلة دي بنجاح ما افشلش وارجع للانتكاسة. المهم يعني لما الأولاد بيتعبوا وكنت أنا وباباهم تعبانين برضو، فكان فترة تعب طويلة في البيت، كان حالة مرضية عبارة عن كنا قاعدين في مستشفى، كلنا كنا تعبانين، نفسنا راحت بقى الأكلة حرشة وحلوة، وفي نفس الوقت الواحد نفسيته بتتحسن. الواحد نفسيته بتبقى أحسن طبعا لما يروق حتى لو ترويق بسيط. عايزة أقول لكم الصالة عندي نصها فيها حاجات كده مش مظبوطة، يعني ورا الأنتريه في حاجات كده ما اتظبطتش يعني، وحاطة حاجز. فإن شاء الله في فيديو قريب جدا عن تجديد كامل وشامل للصالة، وإن شاء الله يبقى على دخلة رمضان، يعني ده هوعدكم يعني إن هيبقى فيديو قوي وحلو جدا وحماسي جدا، هيعجبكم إن شاء الله. هيبقى فيه هتحسوا ان الصالة غير، وهشجعكم ان شاء الله على ان لو في اي افكار تغيير عندكم هتعملوا كده بإذن الله. طبعا ترويق يعني غسيل مواعين، ولو هنقف نعمل اكل لازم نروق الحوض زي ما انتم شايفين كده، يعني على الهادي، يعني مش هندعك بقى. طبعا احنا عارفين ان المواعين الالومنيوم والحاجات اللي بتبقى لازم لها سلك بتاخد وقت كده، لازم نقعد ندعك فيها كتير، دي بيبقى ليها مرة كده لما الواحدة تبقى رايقة وعندها باور ان هي تقعد تدعك وتلمع المواعين، دي ما بديش كتير، هي لغاية دلوقتي ما جاتش. وطبعا هنا لميت الغسيل ورتبته وروقته وعملت مسقعة سهلة وخفيفة وفي نفس الوقت حلوة وبتأكل جدا. يعني انا بعمل مسقعة بخليها حراقة جدا، بس لازم اعمل طبعا على نصين، يعني مش نصين، يعني كمية ليا انا وجوزي عشان بنحب الشطة جدا، وشوية كده على جنب صغيرين لولادي. بحب اكلهم من اي اكل بناكله علشان خاطر يبقوا ما يبقاش نفسهم مسدودة او مسمومين، او ان هم في اكل يتقبلوه واكل كتير ما يتقبلوهوش. لا، يعني نصيحة مني ليكوا اي حد عنده اطفال حتى لو يعني صغيرين ولسه هيبدأوا ياكلوا كده، لازم ياكلوا كل حاجة. هنا بقى المسقعة انا بحط لها خل ورشة سكر كده، هنا بتاعة الاولاد يا دوب توم وطشة طماطم وخلاص وبتنجان وكده. انا عايزه اوريك كميه الفلفل الشطه اللي بحطه، يمكن هنا في الفيديو قليله مش قد كده يعني. بس ما تنسوش بقى تكتبولي كومنت حلو في تحت الفيديو ولايك جميل ما تنسوش، ولو مش مشتركه في القناه اتمنى ان انتوا تشتركوا لو عايزين تتابعوا اي حاجه بنزلها. وبس كده، شايفين؟ باي باي.